مساء الهنا، مساء النوتيلا على عيون متابعين الجمال، انساتي ستاتي منورين الدنيا كالعاده. ويلا اهلا بيكم. هنعملوا طريقه النهارده، طريقه عمايل الشوكولاته النوتيلا او الشوكولاته القابله للدهن. يلا بينا على الفيديو. منورين حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عشان نعمل النوتيلا هقول لكم على المقادير بالتفاصيل التفاصيل. 3 معالق سكر ابيض، معلقه نشا كبيره هرميه، معلقه كاكاو خام هرميه كبيره، هرميه يعني كبيره مليانه بعشم كده، واخده بالك؟ ده كله على البارد يا جماعه، قبل اي ما تحطيها على النار والحله بتاعتك تكون ناشفه والدنيا تمام، وتقلبي محتوياتك اللي انت حطيتها دلوقتي على البارد، على البارد، عشان اي تكتلات من النشا او من الكاكاو تتفك ويبقى بتاع القوام معاكي كريمي وجميل. كوبايه لبن بارد مش سخن، وهقلب كل ده على البارد قبل ما ارفعه على النار عشان تاخدي نتيجة كويسة. اهو زي ما انت شايفة، قبل ما ارفعها على النار لازم اتأكد ان انا فكيت كل التكتلات او اي كلاكيع في الخليط بتاعي، وارفعها على النار على نار هادية لغاية ما تبدأ تتقل معايا. هضيف لها الشوكولاتة الخام، ده النوع اللي انا استخدمته شوكولاتة خام. هحط منها 3 مكعبات، خلي ركزوا معايا، 3 مكعبات شوكولاتة خام. اول ما تسيح معايا هرفعها من على النار، وهضيف لها مكعب زبدة. تمام كده، تمام كده، لحد الزبدة ما تسيح معايا خالص في الشوكولاتة. هسيب بقى الخليط بتاعي او الشوكولاتة بتاعتي تبرد وتهدى، مش هضيفها في البرطمان على طول او العبوة اللي معايا على طول، لغاية ما تهدى الاول. خلاص هي خلاص هدت معايا وتمام، وجبت لها العبوه اللي انا هضيفها ليه فيها، وهضيفها دلوقتي وعبيها في العلبه بتاعتها اهو. بعد ما بردت معايا كده وهديت خلاص، هبدا بقى احطها في العبوه بتاعتها او في البرطمان بتاعها زي موجود. انا كان موجود عندي علبه الشوكولاته دي، لان عيالي بيعشقوا الشوكولاته دي، بيعشقوها عشق. طبعا النوتيلا دلوقتي مقاطعه، لا فالله الغني عنها بقى. احنا نعمل والله العظيم جميلة جميلة، وطعمها تحفة، وريحتها كانت مالية المطبخ كده، كانت جامدة جدا، وحاجة نظيفة، حاجة مكلفتكيش حاجة. هتزودي الكمية عن الكمية اللي انت شايفاها قدامك. ده يا جماعة اللي انا اسلوب تجريبي او فيديو تجريبي، ان انت تعرفي تعملي الحاجة. اما تعرفي تعملي الحاجة انت بتكتري بقى على حسب بيتك وعلى حسب الكمية اللي انت محتاجاها. يعني المقادير اللي انت شفتها دلوقتي اضربيها في 2، لو هتكتري وتكبري تمام اضربها في 2، يعني معلقتين كاكاو، معلقتين نشا، 6 معالق سكر، كوبايتين لبن كده يعني. ودي حاجة كويسة جدا تعملي منها سندوتشات للولاد. الولاد بيحبوها في السندوتشات وبيحبوها كده، وحاجة نظيفة وحاجة ما فيش بعد كده. ويا جماعة دي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تكون مفيدة بالنسبة لكم. ولو كانت قناتي بتقدم لكم محتوى مفيد، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا ريت تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات عشان ناخد ثواب، نتشارك الثواب مع بعض. ويا ريت تدعموا قناتي لو شايفينها بتقدم محتوى جميل ومفيد. بحبكم في الله، مع السلامه، باي.